السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك ديال راس السنه، كيجي طالع على البنات، اقتصادي وزوين بزاف. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاج هنايا قبيصه ديال الملحه، كاس معامر شي ديال سنيده كما كتشوفوا، وغادي نحتاج كثر من 4 كاس ديال الزيت الروميه، يعني ما وصلش نص كاس البنات. غادي نحتاج كذلك 4 ديال البيضات يكونوا كبار ويكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نحتاج واحد دانون ديال الفاني. غادي نحتاج واحد الساشي ديال الفاني باش غادي نسمو هاد الكيك ديالنا. وغادي نحتاج 2 خمارات حمرين من فئه 8 غرام. وغادي نحتاج نص كاس ديال مايزينا اولا نشا لان كترطب لينا الكيكه البنات. وغادي نحتاج الفرص اللي غادي يجمع لينا الخليط. غادي نبداو على بركه الله. هنا في واحد الاناء غادي نديرو دوك 4 ديال البيضات كما قلت لكم، يكونوا بدرجه حراره المطبخ ويكونوا شي شويه كبار باش الكيك ديالنا كيجي طالع. ودابا غادي نزيد داك الساشي ديال الفاني باش غادي نسمو هاد الكيك. ممكن ديروا قشور ديال الحامض اولا قشور ديال الليمون، المهم غادي تنسمو بداك الشيء اللي بغيتو. هنايا زدت داك الكاس مع مرش ديال سنيده. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملح باش تقاد لينا الذوق. وغادي نطحن هادشي كله مزيان بواحد الطراب كهربائي حتى كيتضاعف لينا الحجم ديال البيض وكيرجع لينا داك الخليط ابيض. هذا هو السر اللي كيخلي الكيك ديالنا يجي طالع على البنات ويجي مهوي في نفس الوقت. وصافي هنا كما كتشوفوا معايا داك الخليط رجع بيض وتضاعف الحجم ديال البيض. كنزيد داك دانون ديال الفاني. بالنسبه للسرعه ديال الطراب راني نقصت عليها، يعني حتى الواحد، باش داك البيض ما كيعاودش يطيح لينا، ما كيعاودش يهبط. صافي كنبقى نخلط شويه بشويه. ودابا غادي نزيد داك الزيت. كما شفتوا الزيت كنزيدها غير شويه بشويه وانا كنطحن. بالنسبه لهاد الزيت البنات راه كافي، كيجينا به الكيك ناشف وكيجينا بحال الجينواز تماما. ما تبقاش تكثروا الزيت البنات في الكيك ديالكم وغادي تشوفوا واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. صافي انا من بعد ما ضفت داك الزيت وطحنت واحد شويه، دابا غادي نحيد داك الطراب الكهربائي. وغادي نضيف نص كاس ديال النشا. كما قلت لكم كتهشش لينا داك الكيك وكتخليه يجي رطب. صافي هانتوما كيما كتشوفوا نص كاس اولا كاس الا ربع ماشي مشكل. غادي نغربلو ضروري باش ما يبقاوش ليا دوك الكويرات هكا ديال النشا. وغادي نزيد كاس ديال الفورص حتى هو ضروري خاصو يتغربل. بالنسبه للفرصه البنات راه كتبقى عندكم ميزانكم، يعني تقدر تهز لك 2 كيسان ونص، تقدر تهز لك غير 2 ديال الكيسان. يعني كتبقى على حساب الحجم ديال البيض وكتبقى حتى على حساب النوعيه ديال الدقيق واش كيتشرب ولا لا. صافي انا من بعد ما زدت داك النشا مع الكاس ديال الفورص كنبقى نخلط غير بشويه هكا من الفوق لتحت غير بشويه باش ما كيتهرش ليا داك البيض. ونضرب كلشي في الزيرو، يعني غير شويه بشويه وانا كنخلط. صافي انا كما كتشوفوا معايا راني غير مسرعه الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. هنا غادي نزيد الكاس الثاني حتى هو ضروري خاصو يتغربل. المهم انا في الاخر غادي نقول لكم شحال هزات ليا ديال الدقيق. هنا كنزيد دوك 2 خمارات حمرين حتى هما ضروري كنغربلهم. وصافي كنكمل بنفس الطريقه، يعني كنخلط بشويه بشويه من الفوق حتى لتحت. الكيك ما خصوش يجيكم ثقيل بزاف وفي نفس الوقت ما يجيكمش جاري. المهم انا هزات ليا 2 كيسان ونص ديال الفرصه البنات، 2 كيسان ونص اللي هزات ليا. صافي هنايا من بعد ما ساليت كناخذ واحد المقله ثقيله كندير فيها داك الورق ديال الطبخ اولا ورق ديال الزبده اللي كان عندكم. كناخذ شويه من داك الخليط كندهنو في داك الجناب ديال المول باش ما كيخرجش ليا داك الخليط. من الاحسن البنات غتاخذوا نتوما شويه من داك الخليط، غديروه في شي زلافه وتزيدوا عليه شويه ديال الدقيق باش غادي يرجع لكم داك الخليط ثقيل بزاف. وعاد ديك الساعه غادي ديروه في الجناب ديال المول باش هكا ما يخرجش لكم داك الخليط. انا هنايا راه خرج ليا شي شويه ماشي مشكل. صافي كناخذ داك الورق كنجمعوه هكا في الجناب وكندخلها الفران اللي يكون بارد. كنشعل عليه العافيه اللي تكون مهيله وكنخلي داك الكيك حتى كيطيب كيطلع وكيبقى يتحمر. صافي هنايا من بعد ما تحمر البنات هانتوما شوفوا غادي نخليه دابا حتى يبرد ليا مزيان. بالنسبه لداك الاطار البنات اللي غادي تسولوني شحال باش خديته ب 500 اولا 540 ما بقيتش عاقله. المهم داك الاطار كيكون عالي بزاف باش كتلقى حتى الكيكه فين غادي تنفخ. حاول تصغروا ما امكن، يعني راه كيتزير اولا يمكن لك تحليه حتى كيرجع كبير. المهم كتبقى على حسب الرغبه ديالك انت. صافي غادي نخلي داك الكيك كيما قلت لكم يبرد مزيان. دابا غادي ندوزو باش غادي نصايبوا الكريمه. هنايا درت ديك الكريم شونتي ديال الفاني. وهنايا عندي السيترو ديال الحليب بارد مزيان البنات، درتو في الفريغو حتى برد مزيان. نقصت منه كاس لاروب داكشي اللي بقى ليا درتو مع الكريم شونتي. صافي غادي نخلط هادشي كله مزيان حتى طلع ليا داك الكريمه مزيان وتولي شاده في راسها. تقدروا ديروا ديال الشكلاط اولا ديال الفريز، المهم كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. اولا تقدروا ديروا حتى الكريم
الشونتيي ديال العبار كتجي زوينة وكطلع بها هاد الكريمة هادي، كتجي عاقدة أكتر من هادي اللي كتباع البنات. صافي أنايا غادي نخلط هادشي كلّه مزيان. صافي الكريمة كما كتشوفوا عقدات مزيان، غادي نقص منها واحد شوية في الزلافة. نتوما تقدروا تقسموها على 2 أولا على 3 وغادي تنكهوهم بالنكهات اللي بغيتو. تقدروا تنكهوا وحده بالحامض، الأخرى بالفريز، الأخرى بالشوكلاط، يعني كتبقى على حسب الرغبة ديالكم. أنا هنايا نقصت غير واحد شوية كيما شفتوا، وغادي نزيد عليها واحد شوية ديال الكاكاو المر، تقريبا واحد الساشية كاملة ديال الكاكاو المر. غادي نخلط هادشي كله مزيان، ومن بعد غادي نزيد واحد شوية ديال السنيده، لأن كما كتشوفوا واخا يعني الكريم شونتي كتكون حلوة، ولكن ملي كنضيفوا هاد الكاكاو المر فهداك المذاق ديال الكريمة كيرجع حتى هو مر. هادشي علاش من بعد غادي نزيد سنيده. بالنسبة للسنيدة كتبقى على حسب الذوق نتوما، تقدروا تزيدوا بزاف أولا غير شوية. المهم أنا غادي نكتفي بجوج ديال المعالق صغار أولا معلقة كبيرة ديال سنيدة باركة. صافي غادي نعاود نخلط هادشي كله مزيان البنات. وصافي أنا الكيك ديالي من بعد ما برد مزيان غادي نحيدو من داك الإطار. غادي ناخد واحد الموس وكنحاول نفلح فيه واحد شويه هكا ديك الكيكه. من بعد غادي ناخد واحد الخيط وغادي ندورو على ديك الكيكه وغادي تقطع ليا عادي، غادي يوليو عندي طبقات اللي هما متساويين. صافي انايا غادي نقسم ديك الكيكه على 3 كما كتشوفوا. صافي كندور الخيط وانا كنشوف عيني ميزان، يعني كنحاول نقاد داك الخيط باش ما كتجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. صافي بنفس الطريقه غادي نديرها حتى من الجهه الاخرى. صافي وغادي نحاول نزير داك الخيط، وهاد الطبقات عندي تقريبا متساويين. صافي هانتوما البنات شوفوا داك الخيط كيعاوننا مزيان باش ديك الكيكه كتجي مقطعه مقاده. وهنايا خديت واحد الطبسيل رديت عليه داك الورق ديال الطبخ، درت عليه ديك الطبقه الاولى اللي كتكون من التحت ديال الكيك، وغادي نسقيها بالحليب. الحليب عادي البنات، ما يكون لا سخون لا حتى شي حاجه، الحليب عادي كنسقيها به. ممكن تسقيو نتوما بالقهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال الماء، اولا تسقيوها بالسيرو اللي كيكون فيه مثلا الحامض والماء وسنيده، يعني كتبقى على حسب الاختيار ديالكم والنكهه اللي بغيتو. صافي هنا كناخذ واحد شويه ديال الكريمه كنديرها فوق من ديك الطبقة الأولى ديال الكيك، وكنحاول نقادها بالمعلقة، ولكن كنحاول ما نوصلش للكيكة البنات، لأن إلا قصت الكيك بالمعلقة فكيبقاو يتحيدوا منه داك الطريفات ديال الكيك وكيبقاو يلصقوا مع ديك الكريمة، وهذا الشيء علاش خاصنا ضروري نقادو ديك الكريمة بلا ما نقيسوا الكيك. صافي أنايا غادي نقاد ديك الكريمة بهاد اللعيبة هادي ديال الميكا، ما عرفتش الصراحة شنو كيقولوا ليها. صافي من بعد ما قديتها مزيان كنزيد ديك الطبقة الثانية ديال الكيك، وغادي نعاود نسقيه بالحليب بنفس الطريقة. ضروري خاصو يتسقى مزيان باش كيجينا شوية فازكة البنات وما كيجيناش ناشف. تقدروا ديروا شوية ديال المكسرات من فوق الكريمة، عاد تزيدوا الطبقة الثانية ديال الكيك، اولا ديروا الشوكولات اولا الفواكه، يعني كتبقى على حسب الرغبة ديالكم. صافي بنفس الطريقة غادي نزيد الكريمة ولكن ديال الشوكولاتة البنات اللي نستمناها بالكاكاو المر. كنحاول نقادها بنفس الطريقة، يعني كنحاول ندهن ديك الكريمة بلا ما نقيس الكيك. يعني كنديروا طبقات اللي لا بأس بهم البنات باش كتجينا قد الكيك قد الكريمة، ما تجيناش الكريمة مثلا ناقصة والكيك يجينا طالع اولا العكس. صافي كنعاود نقادها بهاد اللعيبة هادي ديال الميكا. ودابا غادي نزيد شويه ديال المكسرات، عندي هنايا شويه ديال اللوز شويه ديال الكركاع. غادي نقطع داك الكركاع غير هكا بيدي باش كيبقاو ليا الطريفات اللي هما باينين، باش ملي كتجي كتاكل داك الكيك وكضرب في لاكريم مع دوك المكسرات كتحس بهم، يعني ماشي غادي نطحنوهم اولا نهرمشوهم ما يبقاوش يبانوا. من الاحسن نخليوهم هكا باينين. تقدروا ديروا كيما قلت لكم الزبيب، وتقدروا ديروا الفواكه، تقدروا ديروا الشوكولات، يعني كتبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما. صافي نيت داك شويه ديال اللوز هو كنحاول نقطعو بالموس، كنخليه الطريفات اللي يكونوا شي شويه باينين. ودابا غادي نزيد الطبقة الأخيرة ديال الكيك. كيما شفتوا ديك الجهة اللي كتكون من الفوق، يعني راه قلبتها حاولت نردها الجهة هذه هي لتحت. وصافي باش هكا يلقى يعني نسقيها مزيان بالحليب. صافي كنزيد الكريمة اللي بقات ليا، يعني هاد الكريمة هذه ما نستمتها بحتى شي حاجة، خليتها كيما هي. صافي وكنحاول نقاد ليها داك الوجه ديالها مزيان، يعني الوجه هو الأساسي البنات ضروري خاصنا نقادوه.
صافي من بعد ما نقاد لها الوجه ديالها غادي نغطيها بواحد الميكا، هانتوما شوفوا قاديتها مزيان، غادي نغطي عليها دابا بواحد الميكا وغادي ندخلها للكونجيلاتور، خاصها ضروري تجمد على الأقل 5 ديال السوايع. المهم أنا غادي نخليها تبات ليلة كاملة. صافي هنا من بعد ما باتت لي ليلة كاملة، خديت هنايا شوية ديال الشوكولاتة كحل، زدت عليه شوية ديال الزيت الرومية، يعني هذا كيبقى كتزيين. صافي ذوبته في حمام مريم، وغادي نزيد عليه واحد الدانيط ديال الشوكولاط ديال 2 دراهم، يعني بالنسبة للتزيين راه كيبقى اختياري، غتزينوا بداك الشيء اللي متوفر عندكم وزينوا كما بغيتوا. صافي دابا غادي نخلط داك الخليط مزيان، هانتوما غادي تشوفوا داك اللون غادي يرجع ليا غامق بزاف. وصافي دابا غادي نزين به داك الوجه ديال الكيك. هانتوما هنايا من بعد ما حيدت داك الكيك من الكونجيلاتور، يعني كنحيد ليه ديك الميكا. ديك الميكا علاش كنديروها البنات؟ باش داك الكريمه اولا الكيك ما كيشموش لينا الريحه ديال الكونجيلاتور. صافي هانتوما كما كتشوفوا معايا داك الكريمه راها شاده راسها مزيان. كناخذ واحد الموس وكنحاول ندوزو هكا في الجناب. من بعد غادي نهز داك المول، نحيد ليه داك الورق، وغادي نحاول ندفع داك الكيك الفوق غير شويه بشويه حتى يتحيد. وصافي هنايا من بعد ما حيدتوها نتوما شوفوا داك الكيك كيفاش كيجي، كيجيوني طبقات تقريبا اللي هما متساويين. وضروري خاصنا نخدموا والكيك ديالنا جامد هو والكريمه يكونوا جامدين. انا كناخذ واحد شويه من ديك الكريمه اللي كانت بقات ليا البارح، يعني هذه ما جمدتها ما حتى شي حاجه. صافي كنحاول ندهن ليها دوك الجناب باش كنغطيهم. صافي أنايا كيما كتشوفوا معايا من بعد ما درت داك الكريمة في الجناب، كنحاول نقادها ضروري. وبالنسبة للتزيين ديال هاد الجناب حتى هو كيبقى اختياري، تقدروا تزينوه غير هكا بلوز إيفيلي أولا كاوكاو كونكاسي أولا يعني أي حاجة متوفرة عندكم. أنا هنا كنزينهم هكا بفرشيطة كندير منهم مخطوطة. ولكن من الأحسن إلا كنتو غادي ديروا هكا للضياف أولا شي حد عزيز عليكم ولا شي حاجة، من الأحسن تضربوا ليه هكا دوك الجنيبات باش ما كيبقاوش هكا باينين. ضربوهم كما قلت لكم باللوز إيفيلي أولا كاوكاو إيفيلي أولا أي حاجة، المهم اللي غادي تضرك لينا دوك الجنيبات. صافي هنايا غادي ناخد داك الخليط ديال الشوكولاتة مع دانيط، كنعاود نخلطهم مزيان وصافي كنبقى ندهن ليها داك الوجه ديالها هكا من الفوق. صافي أنايا من بعد ما قديت لها الوجه ديالها مزيان كناخد واحد شويه من داك الخليط وكنبقى ندير به هكا الشكل ديال الدميعات، يعني كناخد واحد شويه وكنحاول بحال كنزلعو هكا من فوق داك الكيك باش كيجيني داك الشكل ديال الدميعات، هكا كيجي الشكل ديالو اللي هو زوين بزاف. هنايا عندي شويه ديال الشوكولاط ابيض مذوب، كناخد هكا واحد المرشم اولا قطعه اللي كنصيبو بها هكا صابلي، كنبقى ندوزو في داك الشوكولاط الابيض وكنبقى ندير منه هكا دوائر بهذا الشكل هذا. يعني هذا كيبقى غير اقتراح وصافي. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي دوك الدوائر كاملين. وهنايا غادي نزيد واحد شويه من هذا العقيق هذا ديال الحلوى. صافي كنبقى ندير داك العقيق كيما كتشوفوا ما بين كل دائره ودائره كندير واحد الحبه ديال العقيق. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه، درت شويه حتى في الوسط كيما كتشوفوا. صافي انايا زينتها هكا بواحد شويه ديال الكوك في الجناب، زدت حتى واحد شويه ديال الكوك من الوسط جاني بحال الثلج. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، الكيك ديال راس السنه. كيما شفتوا اقتصادي ساهل زوين حتى في المذاق ما غاديش تشبعوا منه. وكيما شفتوا بحاجه بسيطه نطيبوا شي حاجه اللي هي زوينه لوليداتنا ونفرحوهم علاش لا. وكيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي واحد اللايك وتعليق محفز.